السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي عزيزاتي الفاضلات، تصبحوا تربحوا إن شاء الله. نهار جديد ووصفة جديدة صحية كما عودتكم دائما. شوربة رائعة بامتياز صالحة لجميع أنواع الدايت بما فيهم مرض السكري. الله يشفينا ويعافينا جميعا إن شاء الله. نبدأوها بالصلاة على خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. غادي نحضر معكم شوربة الشوفان بطريقة آمنة وصحية. عندي كمية ديال الماء اللي درتها تغلي في إناء، عندي كمية ديال الملحة، واحد معلقة ديال زيت الزيتون. من بعد ما غادي يغلي الماء ديالي مزيان غادي نضيف الشوفان، كاس ديال الشوفان تقريبا، غادي نخليه يطيب 10 دقائق. وغادي نضيف الكوجي او البيض كوجي اللي نافع بنسبة 100%. الناس اللي تعانيو من ضعف البصر عنده فوائد جمة لا تعد ولا تحصى. تيتباع عند اصحاب الفواكه الجافة، غالي واحد شوية ولكن صحي وآمن لأصحاب الناس اللي تعانيو من ضعف البصر. تيصحح الرؤية بشكل ممتاز. اللي تعانيو من الجلالة، اللي تعانيو من ضبابة في العينين، يواظبوا على أخذ هاد الفاكهة البيض كوجي. واخا غالية الثمن ولكن ما فيها باس ناخدوها مرة. من بعد ما يطيب الشوفان غادي نضيفو مع هاد البيض كوجي وغادي ندوروها بحليب بيوريسيما او الحليب العادي، كل واحد حسب الرغبه ديالو. غادي نخلي الماء يطيب اطول مده ممكنه ونرجع معكم مرحله بمرحله ان شاء الله. من جانب شوربه الشوفان غادي نحضر معكم كرة الطاقه، كرة امنين وصحيين اصحاب الحميه والسكري. عندي كميه ديال التمر، وعندي معلقه ديال القرفه، شويه كاوكاو، القرقاع، شويه ديال الكوك، ومعلقه بحال اللي قلت لكم ديال القرفه. ما حضرش عندي اللوز، اكتفيت بالقرقاع وكاوكاو والكوك والتمر والقرفه. غادي نطحن العناصر ديالي كامله، غادي نحضرها على شكل كرات اللي غادي ناخذ كره وحده كل صباح مع قهوه كحله او مع هاد الشوربه ديال الشوفان. كرات صحيين وامنين، فقط ناخذ منهم باعتدال، ما نكتروش منهم. يمكننا نخلطوهم غير بيدينا ولا بالهاشوار بحال اللي تتشوفوا معايا. في نفس الوقت نهرمش المكسرات ديالي، وفي نفس الوقت تندخل التمر مع المكسرات بحال اللي تتشوفوا. غادي نمزج العناصر مزيان ونعاود ندوزهم واحد دوزه خفيفه في الهاشوار بحال اللي تتشوفوا معايا باش يتهرمشوا. في نفس الوقت يمتزجوا مزيان ويصبحوا جاهزين باش نكورهم كويرات صغار.
بعد ما طاب الماء ديالي مزيان بحال اللي تشوفوا معايا، غادي ندور الشوفان ديالي، غادي نحرك مزيان مزيان، وغادي نضيف داك البيض كوجي باش يطيب معاه ويتفاعلوا العناصر مع بعضياتهم. نخليهم يطيبوا مدة 10 دقائق هكذا بحال اللي تشوفوا. وعاد غادي نضيف حليب بوريسيما، وهادو كرة الطاقة ندم معايا الحال، حضرتهم على شكل طولي بحال اللي تشوفوا معايا، نويتهم في السيلوفان، غادي نديرهم في الثلاجة عند الحاجة، نجبد نقطع القياس اللي بغيت على شكل دوائر ونقدمه مع الشربات ديالي او مع قهوة كحلة، كل واحد حسب الرغبة ديالو. الشوربه ديالي بعد ما صبحت جاهزه معايا قدمتها بالشكل اللي تشوفوا معايا. وصفات اليوم شرفت على النهايه ديالها، نتمنى تركم تنال اعجابكم واستحسانكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في حفظ الرحمن، والى حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وكأعشاب منسمه سجلوا هذه الوصفه عندكم من رمضان، غادي تحتاجوها في جميع التتبيلات ديالكم، جميع الحشوات بصفة عامة، في الكفتة، في المشاوي، لي كيش، لي سيجار، لي نيم، اي حاجة غادي توظفوا هاد الاعشاب المنسمة اللي تتكون عندي القعقلة، قزبر اليابس، ملحة، البصلة بودرة، تومة بودرة، سودانية، الابزار، الريحان، النعناع مجفف ومطحون، كذلك المعدنوس مجفف ومطحون، واحد شويه ديال السودانيه. غادي نمزج العناصر كامله بحال اللي غادي تشوفوا معايا، وغادي نديرها في قريعه غادي نكتب عليها اعشاب منسمه بالخط العريض. رمضان غادي نحتاجها بحال اللي قلت لكم في جميع الحشوات، في جميع الوصفات، في جميع التتبيلات، غادي تنفعكم طيلة الشهر الكريم ان شاء الله. غادي نمزجوها بشكل ممتاز، بغيتيو تغربلوها غربلوها، انا ما تنغربلهاش، تنحتفظ بالخلطة هكذا
ما نقول لكمش واحد رائحة طالعة منها ما نقدرش نوصفها لكم بصفة نهائية. أعشاب منسمة لا يعلى عليها، تنشريوها بالشيء الفلاني ولا علاقة مع الرائحة ديال هاد الخلطة. رائعة بامتياز، محضرة عشبة على يديا في البيت، آمنة، دون مواد حافظة، بدون أي إضافات صحية، وآمنة. نتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر في التعاليق الشيقة ديالكم. هذه هي العطرية ديالي بعد ما صبحت جاهزة معايا. مزجتها مزيان بحال اللي تتشوفوا، حطيتها في قرعة ديال العطرية، كتبوا عليها بالخط العريض أعشاب منسمة. غادي تحتاجكم في الشهر الكريم في حياتكم اليومية بشكل عام. نتمنى تروقكم، تنال إعجابكم واستحسانكم.